الأخوة والأخوات الجزائريين وأصدقاء الحراك الجزائري، في هذه المناسبة، مناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لانطلاق الحراك في الجزائر. أولا كل التحية، كل التهاني وكل التضامن، لأنه بديهي أنه معركة الحراك في الجزائر هي معركة كل الثوريين الديمقراطيين في كل مناطق العالم، في منطقتنا المغاربية، في منطقة الشرق الأوسط، سواء كانت الشرق الأوسط العربي أو حتى في إيران. الحراك الجزائري هو جزء من هذه الحركية الشعبية العالمية الدولية التي ترى تحول شعوب من الرعايا إلى شعوب من المواطنين، التي ترى يعني ضرورة انتقال دولة التي ورثناها من بعد الاستقلال، من دولة استولت عليها الأقليات واللوبيات ورعرع فيها الفساد، إلى دولة قانون ومؤسسات. هذه الحركية يعني الانتقال من شعوب الرعاية إلى شعوب المواطنين، من دولة اللوبيات إلى دولة القانون والمؤسسات. الحراك الجزائري كان أجمل، يعني كان أجمل عملية لتجسيد هذه المفاهيم. الحراك لم يمت، الحراك ما زال في بدايته. دائما وابدا نقول انظروا إلى التاريخ، يعني إلى الزمن، انخرطوا في الزمن البعيد ولا تنخرطوا في الزمن القصير. إذن هذا الحراك الجزائري لم ينتهي وسيتواصل. عندي ثقة تامة أنه في آخر المطاف هو الذي سينتصر، مثل ما ستنتصر في كل مكان يعني في العالم رغبة الشعوب في التحرر، رغبة الشعوب في أن تصبح حقيقة شعوب من المواطنين. ثقتي تامة في أن هذا الحراك الجزائري الذي يعني نفخر به ونعتز به سيتواصل. كل أملي هو أنه الدرس يجب أن نتعلم جميعا من أخطائنا، وربما أكبر الأخطاء هو أنه واضح أنه أمامنا ناس منظمين، عندهم غرفة عمليات واحدة، عندهم تنظيم. والتجربة في التاريخ تدل أنه عندما تواجه هؤلاء المجموعات وأنت مجرد يعني حركة غير منظمة فقط فيها الحماس وكذا، يعني دائما وابدا الجماعات المنظمة هي التي تنتصر على الجماعات الغير منظمة. إذا أنا أملي أن الحراك الجزائري في كل، والحركة الديمقراطية الثورية في كل مكان تنتظم، تكون لها قيادة وتكون لها رموز وتكون لها برامج، لأنه هذا هو يعني في آخر المطاف لا يكفي أن تكون على حق، ولا يكفي أن تكون على يعني في مجرى التاريخ إن لم تنتظم وأن لم تكن عندك القوة الحقيقية لكي تفرض نفسك، فإنك لن تستطيع. إذن تمنياتي للحراك يعني بالنجاح، تمنياتي له بالتنظم، تمنياتي له بأن يعني يكون قاطرة لكل هذه التحولات في منطقتنا، ولا بد لليل أن ينجلي. والسلام عليكم ورحمة الله.